السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة صامدة رغم الظروف. كما العادة ونعيد قبل ما نبداو الفيديو نتاعنا ما تنساوش تصلوا وتسلموا على الحبيب المصطفى عليه افضل وازكى السلام. وثاني حبيت نرحب بالمتتبعات اللي راهم في القناة مالغري راهم قلال بزاف، مي نقول لكم مرحبا بكم عندي ومرحبا بكم بيا عندكم. ان شاء الله يعجبكم محتوى القناة ونكون عند حسن ظنكم. المهم هنا كما راكم تشوفوا خياتي راني نغسل في المطارح. هذوما المطارح جايين رقاق ماشي من هذوك الخشان، هذوما دايرتهم لولادي يرقدوا عليهم في فصل الشتاء طبعا. مي في فصل الصيف ندير لهم هذوك الطريحات. ايا مالي قلت خليني نبروفيتي لوكازيو نغسلهم كما راكم تشوفوا، يعني ما عنديش وين نغسلهم، ما كاش طريقه كامل اللي تساعدني باش نغسلهم. درتهم في الدوش كما راكم تشوفوا، وحاشاكم غلقت هذيك المجيريه تاع الدوش بالساشي باش ما يروحليش الماء، ودرتهم هنايا ودرت عليهم شويه تاع الماء سخون وراكم تعرفوا الباقي ودحست عليهم. المهم خياتي الفيديو تاع نهار اليوم راني انا حابه نوجهه لكل امراه راهي ماكثه في البيت، ولا حابه يكون عندها مدخول، ولا راهي عندها هدف وحابه توصل له وما عرفتش يعني كيما نقولوا حنايا حاجه اللي تساعدها. لانه الاغلبيه تقول لك انا ما عنديش راس مال، انا الزوج تاعي اي مشروع نديرو يرفض، انا عندي بزاف حاجات في راسي وما عرفتش وشنو هي الطريقه اللي تلحقني للهدف تاعي. شوفوا خياتي اليوتيوب ما كاش فينا اللي راهي فيه حبا فيه، ما كاش فينا وحده راهي حابه تضيع وقتها وتظل هازه التليفون وتصور غير هكاك، ما كاش فينا اللي راهي حابه تكشف حياتها ولا اسرارها ولا مشاكل تاعها في العالميه غير هكاك. كاين اللي دايره المحتوى تاعها طبخ يعني بعيدا عن حياتها الشخصيه، كاين اللي دايره الفيديوهات تاعها يعني يوميات وروتينات، كاين اللي دايره خياطه، كاين اللي دايره هكا مشاريع ما على باليش. يعني كل وحده تدير الحاجه اللي تساعدها هي، لانه كل وحده فيكم تعرف مخرجها وتعرف واش يساعدها. ولكن الحاجة الوحيدة اللي ما يختلفوش فيها أصحاب القنوات ولا الناس اللي راهم داخلين لليوتيوب أنهم كامل دخلوا على جال هدف، كامل دخلوا على جال مصلحة، كامل عندهم غاية من وراء اليوتيوب. يغلط عليك اللي تقول لك أنا دخلت باش نضيع وقت، يغلط عليك اللي تقول لك أنا دخلت وخلاص، باسكو اليوتيوب ما راهوش ساهل، خاصة 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 التصوير المونتاج، انك ترجع لي كومونتير يعني وكانه خدمه. ما كاش فينا اللي راهي حابه تزيد المال البحر وتعيي روحها وتقعد نهار كامل وهي شاده التليفون وتقعد نهار كامل وهي دير في المونتاج غير هكاك. صح كاين فئه كبيره اللي كيما نقولوا حنايا لقات فيه راحتها، مي قبل ما تلقى فيه راحتها وقبل ما تدخل فيه راهي دارت حسابها باللي راهي راح تدي منه ارباح، راهي دارت في حسابها باللي راهي راح تحقق به اهدافها. انا ما نكذبش عليكم وباش نكون صريحه معاكم، انا في الاول كامل ما كنتش دايره في حسابي باللي اليوتيوب فيه دراهم، يعني ما كانتش كامل خطره في بالي اني نفتح قناه ولا نقعد نعيي في روحي على حاجه ما فيها حتى منفعه. مي صدفه كنت نتفرج في واحد القصه واحد الحصه في قناه النهار، شفت واحدة زوج بنات هذه بعد الكورونا استضفوهم قالوا لهم كيفاش بديتوا في اليوتيوب، كيفاش نجحتوا وليسونسيال راكم تعرفوا الباقي. انا ثم كانت اول مره نعرف باللي اليوتيوب فيه ارباح، ما نكذبش عليكم انا غير سمعتهم، وبصفتي امراه ماكثه ونحتاج دراهم ونحتاج مصروف وعندي ظروف ويعني بلا ما نفسر لكم، اول حاجه روح درتها ديريكت فتحت قناه، ما نكذبش عليكم. اما بالنسبه للمحتوى، المحتوى شوفي انتي وش يساعدك، شوفي انتي الحاجه اللي تساعدك، ماشي بالضروره لازم تديري طبخ، ماشي بالضروره لازم تديري روتينات، ماشي بالضروره لازم تحطي حياتك الشخصيه. كي شغل درك انتي شوفي الحاجه اللي تساعدك، لانه كاين شي ناس كيشوفوا وحده تحط مثلا في حوايجها، تحط في دارها، تحط في قضيانها، تحط في الخرجات تاعها، تحط في المناسبات تاعها. كاين شي ناس يبداو يقولوا لها علاش راكي تحطي، علاش راكم تبينوا في رواحكم للناس وما على باليش. هي راهي عارفه هذه الحاجه اسكو تساعدها ولا ما تساعدهاش. ولكن انا كنصيحه خياتي لوجه الله ما تحطوش حياتكم الشخصيه بالتفصيل في اليوتيوب، خاصه خاصه اذا عرفتوا رواحكم بلي راكم رايحين تكونوا تحت المراقبه وراهم رايحين يكونوا ناس يتبعوا فيكم ويشوفوا في الشارده والوارده، من بعد تلقاو مشاكل وممكن انكم تخلوا تعبكم يروح هكاك. ديري يعني ولا حطي بصفه عموميه، حطي الحاجات اللي ما همش شخصيه،
حطي المواضيع اللي تعرفيهم صح ما راهمش رايحين ياثروا على حياتك ولا على علاقتك الزوجيه ولا مع علاقتك مع لا فامي، لانه وقت رانا فيه كل كلمه تقوليها راهي تتحسب عليك، حتى اذا كانت غير مقصوده، حتى اذا ما كنتيش موجهتها لشخص معين. يعني قادره هذيك القناه اللي تعبتي عليها سنوات وتكوني راكي رايحه تبداي تحققي منها في الربح وتشوفي ثمرات النجاح نتاعك، قادر بالك فيديو واحد ولا زوج يهبطوا لك كل شيء. مالي نتوما كي تفتحوا قناه ديروا في حسابكم باللي راكم رايحين توصلوا باذن الله. انا ما نقولكش راكي رايحه تنجحي في عامك، ما نقولكش راكي رايحه تبداي تخلصي من شهرك، انا ما نقولكش فيه ارباح واو، مي في نفس الوقت ما نقطعلكش الياس. اليوتيوب زهر انتيا وزهرك، قادر تفتحي قناه في شهر الفيديوهات تاعك تطلع وتحقق الشروط، والشهر الثاني ولا الثالث تبداي تخلصي عادي جدا. وهذه طبعا إذا كانت المشاهدات نتاعك أكثر من 50,000 في كل فيديو، يعني 50,000 مشاهدة في كل فيديو. مينتيا إذا شفتي المشاهدات عندك ناقصة ما تفشليش، ما تقوليش نحبس، ما تقوليش ما ننجحش. كل حاجة في الدنيا تحتاج إلى صبر، كل حاجة في الدنيا تحتاج إلى طولة بال، لازم توسعي خاطرك. واليوتيوب هذا كما قالت وحدة الله يذكرها على خير، كانت صديقة عزيزة بالنسبة لي، قالت لي هذا اليوتيوب انا كنت دائما كي نجي راح نحبس هي اللي كانت تشجعني وتقول لي ما تحبسيش. كانت تقول لي ديريها تشحيحه، كانت تقول لي معليش ما تخلصيش في شهر، ما تخلصيش في شهرين، ما تخلصيش في 3 شهور، كي تخلصي خطره واحده في العام. قالت لي ديريها وكانه كنت تطمي بالالفاق. نوجه لها تحيه اذا راهي تسمع فيا، وبالفعل كان عندها الحق، انا لو كان ماشي هي والفضل تاعها طبعا بعد ربي سبحانه، لو كان راني حبست من اليوتيوب صافي لونطون. مي اليوتيوب لازم له كيما قلت لكم طولة بال، مي باش نقول لكم ما فيهش ارباح وما فيهش دراهم وما تخلصيش والناس راهي تعيي في روحها باطل، هذو ما راهم يكذبوا عليكم. اذا كنتي ماكثه وما عندكش مدخول وما عندكش حاجه تدخلي بها دراهم، والزوج تاعك رافض انك تخدمي برا، ما عندكش راس مال باش تبداي المشروع نتاعك، اليوتيوب هو مشروعك. وكنت قلتها لكم من قبل ورجعت عاودتها لكم دركا. يعني حاجه كيما هذه كيما انا استفدت، حبيتكم حتى نتوما تستفادوا. انا الحاجه اللي نعرفها باللي تفيد خياتي علاش نبخلها عليكم؟ وانا مرات خياتي كي نحكي لكم تجربه من حياتي ولا نحكي لكم شي مشاكل صراولي في حياتي، ما رانيش نفضح في روحي ولا نفضح في حياتي ولا كما يقولون نشكي لكم. انا التجارب كي نحكيه لكم باش تدوا العبره، باش تعرفوا بلي الدنيا هذه طيحات ونوضات. يعني انا والله العلي العظيم على بالي باللي كاين بزاف اللي يقولوا لي علاش راكي تحلفيو، مي انا ربي سبحانه راه عالم بالنيه تاعي. انا كي شغل نحبكم الغلطات اللي غلطتهم انا ما تغلطوهمش، الحاجات اللي فادوني انا ماذا بيا حتى نتوما تستفادوا بهم، انا ماذا بيا ولو كان جات عليا اي حاجه تنفعكم نحطها لكم. يعني ما رانيش رايحه نموت ولا راهي رايحه تنقص مني ولا كيفيدكم بشي حاجات. يعني خلاصه القول، حابه تفتحي قناه يوتيوب افتحي وما تتراجعيش، وشنو اخدمي عليها، قناتك ما راهيش رايحه تطلع غير هكاك. حابه قناتك تنجح وتربحي منها لازم تتعبي عليها وما تقطعيش لياس. اي وحده فيكم راهي حابه تفتح وراهي خايفه وراهي متردة وراهي تقول بالك ما ننجحش وراهي تقول لا نضيع فيها وقتي وما فيهش دراهم، انا نقول لك ولا نقول لكم يا خياتي اسعاو، نتوما واش راكم رايحين تخسروا؟ جربوا لعل فيها خير، احسن من انك تقعدي حاطه يد على يد والوقت يفوت، احسن من انك تقعدي حاطه يد على يد وانتي مشتاقه الفراق. كما يقولوا دوروا عند الناس خير من ما كاش كامل. انتي تبداي تخدمي على روحك حتى وكي تطولي باش تزرعي تحصدي هذوك الثمار، احسن من انك تبقاي قاعده في الفيد لا شغله ولا عمله. حتى وكي نفترضوا انك ما ربحتيش منه ولا ما طلعتلاكش ولا ما على باليش، على الاقل باش ما تقعديش غير لهذاك الفراغ اللي يديرلك هذاك الوسواس ويديرلك هذوك الافكار السلبيه، خاصه اللي عندهم مشاكل ولا عندهم ظروف ولا عندهم ضغوطات ولا ما على باليش، ويقعدوا يطلعوا ويهبطوا حتى تجيهم الامراض النفسيه والعقد. انا من وجهه نظري تفتحي قناه وتخدمي عليها احسن من انك تمرضي نفسيا، وكما يقولوا الطبيب ما يفيد فيك وحتى حاجه ما تفيد فيك وتلقاي روحك بالعكس تجبدي في دراهم على صحتك. والصحه هي عدوة مولاها، ما يغلط عليكم حتى واحد. صحتك ثم صحتك ثم صحتك، واهدافك ثم اهدافك ثم اهدافك، وحياتك ثم حياتك ثم حياتك. انتي من بعدك الطوفان. في بعض الاحيان
كل ما تكوني أنانية وتحبي نفسك مليحة. في بعض الأحيان كل ما تفضلي نفسك على الناس مليحة. في بعض الأحيان كل ما تفضلي مصلحتك ومصلحة ولادك ومصلحة دارك على الناس مليحة، لأنه كي تطيح بيك ولا كي تمرضي ولا كي يصير لك ظروف ولا كي تحتاجي ولا ما راكي راح تلقاي حتى واحد يمد لك يد المساعدة، لأنه دراهمنا هابطين، الحالة راهي غالية. يعني باش الواحد يسلف لك دور ولا يمد لك دور ولا يوقف معاك ولا راه يدير 100 الحساب، يقول لك بالك ما يرجعوه ليش، بالك نقعد نجري وراهم. على هذيك أنا نقول لك أخدمي على روحك، صح بالك تطولي باش توصلي، مي المهم توصلي، وهذاك هو أعظم إنجاز بالنسبة لك، والنجاح عنده طعم آخر. إن شاء الله ربي يوفق كل وحدة فيكم ويرزق كل وحدة فيكم من حيث لا تحتسب، وإن شاء الله كل وحدة فيكم تلحق للحاجة اللي راهي متمنيتها.